واحلى فستان كان الي هو الفستان الاحمر، غير ما عندي فساتين بجننوا. ما بدي اصور خلص صدفة الكاميرا. مرحبا جايز، كيفكم؟ رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد وتصوير جديد. اليوم بدنا نروح على السوق ونشتري الاشياء اللي بدنا اياها طبعا على العيد، وعيد مبارك ان شاء الله. بس انا زعلانه لانه يعني برمضان يعني بسرعه بمشي، هيك ما حسيناش فيها. يا الله، بحب رمضان اكثر من العيد على فكره، كثير بحبها لانه برمضان بنتعبد كثير وبنكون قريبين على رب العالمين. يلا جاهزين جايز؟ يلا نروح معنا سوا على السوق. جايز هينا وهلا وصلنا على المول، وهلا بدنا نلاقي اشياء نشتريها للعيد انا وآدم. تعالوا معي نشوف شو في اشياء حلوه. تعال نشتري مع أواعي. Let's go. جايز هاد البيبيات، هلا بدنا نروح نشوف اشياء كبار. جايز قيس مشان نشوف كيف رح يطلع على لبس طبعا. جايز شو رايكم بهذا الفستان؟ انا كثير عجبني كثير. رايكم هذا الخيار؟ انا كثير عجبني. شوفوا اخترنا الفستان وما رح نحكي لكم شو هو، بالعيد رح نفاجئكم اياه. فهلا بدنا نروح نختار اكسسوارات وشو اسمها؟ وش مادة؟ شنطة حلوة كثير، أكبر واحدة في العالم. أنا كثير مبسوطة بالعيد، أنا بحب العيد. جايز اجيت بدي اختار اكسسوارات اشي بجنن. شوفوا كثير متحمسة كثير. بحب السنات. اذا ايش عجبكم اكتبوا لي بالتعليقات بسرعة مشان اختاره ونشوف رايكم. جايز اخترت هاي الصورة كثير حلوة مع هدول الحلوين كثير حلوة. رجعنا لكم جايز بعد ما اشترينا الاغراض. نشوف سوا شو اشترينا. مام بس آدم شوفوا هاي لبسة آدم، في تحت بنطلون، وهاي لبستي أنا. شو ماما انت بدلتيه؟ لا ما بدلته، مو هذا اللي اخترناه سوا؟ لا انا اخترت احمر. مو اتفقنا انه نجيب فستان هيك سبورت يكون لإلك مريح لما تلعبي وتركضي وتروحي مشاوير؟ طيب بس انا قلتلك ايش ثاني تجيبيه. خلص مش مشكلة يا ماما، ما بتفرق احمر ولا ازرق، المهم شيء حلو يكون مرتب عليك ومريح لإلك. ماما هذا بيجي لحفلة صغيرة ولا اشي، مو للعيد، مو بناسب للعيد. وماما متنا طالعين هذا الاحمر وانا اترجى فيك من اول رمضان اشتري للعيد وهيك. فانا كنت ادور البسها واشتريت له اكسسوارات، كل اكسسواراتي يعني نصهم احمر وذهبي. يعني يا ماما كيف هيك؟ يا امي مو مشكلة، المهم اشترينا الك اشي مريح بغض النظر لونه احمر ولا لونه ازرق. طيب ماما كمان هذا بتعرفي انه موديل قديم كثير قديم. الموديل قديم ولا موديل جديد يا امي، اهم شيء الشيء يسترنا ويكون حلو علينا ومرتب بغض النظر. مش لازم يا ماما. يعني ما فهمتش، هذا قريب على البلايز، قصدي الفساتين القديمة كتير. ما بدي يا ماما، ما بدي الفستان الأحمر. ماما ما بدي هذا الفستان، جبت كل اشي لإله، جبت الاكسسوارات، بحكي لك جبت الاكسسوارات احمر.
طب خلص روقي فستانك الاحمر موجود بالخزانه خلص. خبيت لك اياه خلص. بنفرجيها للمتابعين بعدين. اوكي هلا عجبك شفت الفستان الازرق؟ انا طبعا جبت لك اكثر من شغله بس مشان انت محتاجه، مو لانه العيد وبدنا نجيب فساتين كثير، لا العيد مو انه نضلنا نشتري اواعي كثير، صح ولا لا؟ العيد ليس لمن لبس الجديد يا تالين. شوفوا ساعتين وشوفوا بناتي كل بنت. وجايز انتم مو لازم تشتروا اشياء جديده، اذا عندكم اشي هيك مثل فستان حلو عادي البسوه، مش لازم اشياء جديده يعني من جوتشي ولا شي ان ولا مش لازم اشي يكون مرتب وحلو، مو لازم اشي جديد. ولبقت هذا الشيز على الفستان هيك بتطلع معنا كتير حلو. هاد موديل جديد. انا بحب يعني فساتين يكونوا مريح الي، مو لازم اشي حلو ولا اشي، المهم لازم يكون علي مريح ولونه يعني بلبق. ف يعني انا بحب الاشياء المريحه ليه، عشان اذا بشتري اشي مو مريح ليه بدي البسه مثل اعراس، فساتين اعراس بضايقوني بالحركه. همسة افرجيكم السوالات بتجنن، طبعا مش بس هاي بدنا نشتري كمان. فهي هون هي اول واحد، هي شوفوا شنو هلا ما احلى بجنن كتير عاجبني. هاي اول، والثاني هذا العقد طبعا بيجنن كتير عجبني. وكمان في هذا معنا هاي اسمها واحد اثنين ثلاث جنن هيك احمر على الفستان الاحمر. طبعا جايز كل عام وانتم بخير، وطولوا هاي الايام بالدعاء، ودائما ادعوا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لانه ممكن ايات ليله برمضان تكون ليله القدر. وعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب وباي باي.